السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هشرح تأثير الإضاءة والظل على الشيبس وإزاي ممكن نغير شكلها أو حتى نحولها ل 3D. يعني مثلا لو خدنا الشيب اللي هو الدايرة ده، ولو يكن مثلا نخليه باللون الأخضر بس يكون لون غامق شوية، وهنعرف ليه هيكون غامق. زي ما هو واضح الشكل عبارة عن 2D، إزاي ممكن نخليه يكون أقرب لشكل 3D. الكلام ده ممكن نعمله زي أول حاجة هنعمل ريسترايز لللاير علشان نقدر نعدل عليها، وهنجيب الفرشة، وطبعا الفرشة الناعمة. بعد كده هنجيب نفس اللون ده بس درجة أفتح منه، وهنعلم على اللاير من كنترول وكليك شمال، هيعلم على اللاير. ونبدأ بقى إن احنا نكبر البرش شوية، ونبدأ إن احنا نلون الجزء ده أو الجزء اللي هيجي منه الإضاءة. هو فكرة الثري دي إن الجزء بيكون فيه إضاءة والجزء التاني مفهوش، أو حتى بتكون الإضاءة موجودة في كل الأماكن بس متوزعة بشكل صح. فاحنا هنخلي الجزء ده فاتح، وهنخلي الجزء التاني ده أغمق شوية. هنبدأ نلاحظ إن هو أخد شكل ال3D شوية، أو إن هو مبقيش إيه عبارة عن دايرة، بقى زي الكورة. تمام. وعشان برضه لو نحسن الشكل ده شوية ممكن نخلي اللون أفتح أكتر ناحية الأبيض. نبدأ إن احنا نحط بس ضغطة واحدة هنا بسيطة، بحيث إن هي إيه تدي شكل أفضل لل3D. ممكن نستغل الشيبس والإضاءة والظل في إن احنا برضه ممكن نعمل شيب تاني، وليكن مثلا الشكل ده. احنا عايزين نخلي الشكل ده مجوف، وليكن مثلا إن هو حفرة. هنعمل الكلام ده ازاي؟ برضو هنيجي ونعمل الشيب ونعمله ريسترايز، وبعد كده نجيب لون افتح شوية، ونبدأ ان احنا نعلم بالكنترول وليفت كليك، وان احنا نلون الاجزاء اللي جوه مش اللي بره. لو جينا نبص كده هنلاحظ ان هو ايه بقى مجوف شوية. علشان الكلام ده يوضح اكتر ممكن بالبنتول نعمل الشكل ده، وليكن مثلا ان هو بركان على خفيف شوية بالشكل ده. ممكن نعمله شيب ونخليه باللون الغامق، يعني أغمق لون عندنا، علشان الشكل يكون إيه واضح أكتر. ونعمله ريسترايز برضو ونحطه تحت الشيب علشان احنا عايزين ده اللي يكون ظاهر. وبرضو نجيب لون أفتح، احنا عندنا اللون الأفتح، ونعلم على ده، وإيه نلون الأجزاء اللي بره بحيث إن الضوء بيكون جاي من بره بالشكل ده. هنلاحظ إن هو إيه تقريبا بقي نفس الشكل، أو هو شكل مجوف من جوه، رغم إن احنا لو عملنا الشكل ده من غير أي إضاءة أو من غير ما نركز على الظل والإضاءة هنلاحظ إن هو شكل عادي خالص مفهوش أي معالم أو أي تفاصيل. طب ممكن نستغل الكلام ده إزاي؟ احنا ممكن نعمل شيء بحيث إن احنا نعرض عليه منتج زي كوزماتيك مثلا، أو مجوهرات أو أي حاجة زي كده. إن احنا مثلا ممكن نعمل ريكتانجل، وليكن مثلا كده. بعد كده نجيب الدايرة نخليها بالشكل ده بحيث إن هي تكون باصة لفوق، ونبدأ نعمل نفس الكلام ريسترايز، لأن احنا زي ما هو واضح مفيش أي معالم للشكل ولا واضح هو ده شكل ايه بالظبط. لكن لما نبدأ نعلم مثلا على الدايرة اللي فوق، ونبدأ إن احنا نلون الأجزاء اللي بره، ونيجي عند الشيب ده ونبدأ إن احنا نلون الجزء ده، هيبدأ يظهر معالم من الشكل، ونلاحظ إن هو إيه شكل واحد، وإن هو عبارة عن ستيج أو حاجة ممكن نحط عليها الديزاين بتاعنا. ممكن نكرر الشكل ده مرة تاني، خليه وليكن مثلا تحتيه، ونكبره شوية الشكل ده بحيث برضه إن هو إيه يدي شكل أفضل. بس برضه علشان نظبط الشكل بتاعنا ممكن نعلم عليه، ونبدأ إن احنا نغمق الجزء اللي تحتيه ده
بجزء بسيط كده، ونغمق برضه الجزء ده لأن هو الجزء ده المفروض مش واصل له إضاءة من الشيب اللي تحتيه بشكل بسيط كده. طب احنا لو هنستخدم الشكل ده في ديزاين هيكون شكله ازاي؟ وليكن مثلا هنخلي الباك جراوند باللون الأخضر، نخليها باللون الأخضر الغامق شوية. هنجيب البرش وباللون أفتح شوية، ونبدأ إن احنا نفتح الأماكن اللي جاي منها الإضاءة وليكن مثلا الجزء ده، ونبدأ إن احنا نرسم الشيب بتاعنا وليكن مثلا الشيب بالشكل ده. نعمل له ريسترايز ونعلم عليه، ونبدأ إن احنا نلون الأجزاء اللي وصل لها الإضاءة ونسيب الأجزاء التانية. ممكن بعد كده نجيب البنتول ونرسم مثلا الشكل ده. نبدأ نعمل له شيب برضو بغمق له عندنا اللي هو اللون الباك جراوند، ونعمل له برضو ريسترايز ونعلم عليه، ونبدأ إن احنا إيه نلون الأجزاء اللي وصل لها الإضاءة بس. ممكن إن احنا نحتاج نغمق الأجزاء الباقية برضو علشان تكون الشكل واضح معانا أكبر. بالشكل ده هنلاحظ إن هو بقى عندنا شكل ليه معالم أو واضح نقدر إن احنا نستخدمه. ممكن طبعا نبدأ نعدل فيه لحد ما نلاحظ إن هو أنسب حاجة، يعني ممكن بالشكل ده كده. هيكون معانا شكل تقريبا 3D ونقدر إن احنا نعرض المنتج عليه.